من مكان إلى مكان ومن حدث إلى حدث ننتقل بكم في نفس الساعة. فأهلا بكم ومرحبا في برنامج أحداث الساعة. فبين الحقيقة والخيال يتحدث المنجمون، يصدقهم من يصدقهم ويكذبهم من يكذبهم، ولكن تظل الحقيقة الغائبة لا يعلمها إلا الله، الله الواحد الأحد. برنامج أحداث الساعة يناقش معكم اليوم ما يحدث في مصر من حرائق وكوارث وسقوط طائرات وغرق سفن وحوادث قطارات واغتيالات، والكل يسأل من المسؤول عن كل هذا؟ هل هي الجماعات الإرهابية أم أيدي خارجية هدفها النيل من مصر وعدم استقرار أمنها وتدمير اقتصادها؟ فعندما تعجز العقول ويضعف الإيمان فيلجأ البعض إلى المتنبؤون وعلماء الفلك يتحدثون عن كل هذا وما تفسيرهم. والآن معنا ومعكم لقاء هام وشيق مع الدكتور أحمد شاهين، عالم الفلك وعضو الاتحاد الأمريكي، في استضافة للتبين نحو التوقعات والتنبؤات. هل هي تنبؤات أم توقعات أم معلومات؟ هيكون معانا ومعكم ضيف الحلقة الدكتور أحمد شاهين، يعني هتصاحبنا أم المصريين في الحلقة في الجزء الثاني، وهي الست عواطف سالم والملقبة بأم المصريين أم أشرف. هنطلع فاصل ونرجع مع الدكتور أحمد شاهين علم الفلك. ورجعنا لكم من الفاصل سريعا. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج احداث الساعه، مع ضيف الحلقه الدكتور احمد شاهين، عالم الفلك وعضو الاتحاد الامريكي بعلم الفلك. برحب بك يا دكتور احمد ومنورنا في برنامج احداث الساعه للمره الثانيه او المره الثالثه على التوالي. كل الاخير باذن الله، باذن الله رب العالمين. يعني الدكتور احمد، كان هناك توقعات في البرنامج معنا في الفترة الماضية، وكان هناك تنبؤات وتوقعات ان في الربع الاولاني من شهر 5 هيحصل بعض المناوشات. تمام. دكتور احمد، انت شايف يعني احنا دخلنا في شهر 5 حقيقي وبدأت يعني تتوالى موضوع المناوشات داخل مصر، مثل الحرائق وسقوط طائرات. تمام. دكتور احمد، انت شايف الموضوع ازاي؟ يعني التنبؤات اللي انت شايفها ودراسة علم الفلك، يعني انت شايف الموضوع ازاي النهارده ان احنا مرينا بشهر 5 الربع الاولاني من شهر 5 حقيقة؟ يعني الموضوع ايه؟ الموضوع عامل هلع للمصريين. تمام. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت مع حضرتك كذا حلقه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وحضرتك حتى اتهمتني ان انا بقدر السلم العام، قلت لك لا، واجب عليا ان انا، بس كل واحد بيحذر بطريقته. انا بحذر الناس وبحذر الدوله، بحذر مشير السيسي، بحذر بطريقته، كل واحد ليه طريقته. انت اتهمتني بان انا بقدر السلم والامن العام، قلت لك لا، انا لازم احذر الناس من الاتي عشان ياخدوا حذرهم، وبالفعل حصل 1 2 3 4 وفي 10 ما حصلوش، 10 حوادث ما حصلوش. وما زلت بقول ان ممكن تكون دي معلومات وليس تنبؤات. لا ده موضوع تاني هنجيله، لكن انا بقول ان الحمد لله، وحضرتك قلت الكلام ده وتفضلت، توقعاتي حصلت السنه دي بالنسبه ل 2016 ولحد دلوقتي 100%. طبعا اضافه لتوقعات، يعني لحد دلوقتي وما زلنا في الربع الاول من العام حصل العديد والعديد من التوقعات، مشاكل توفيق عكاشه، وفاه سيف اليزل، تدخل التركي في الارض العراقيه، الى اخره. طبعا الحرائق والتفجيرات، تفجير المهندسين، الطياره اللي وقعت اللي تم اختطافها في قبرص وتناولتها في حديث مع حضرتك، جميع وسائل الاعلام والجرائد العربيه والمصريه والعالميه تناولت حديث الفلكي دكتور احمد شاهين مع الاستاذ هاني الهواري في ABC احداث الساعه، ان هو قال ان سيتم اختطاف طائره اضافه لحادثه الطائره اللي هي ستسقط في البحر المتوسط القادمه من باريس، وبالفعل حدثت ونوهوا ليها، وارجو ان انتم تتفضلوا مشكورين ان انتم هتعرضوها في البرومو. طبعا بالنسبه انا توقعت التفجيرات والحرائق والحاجات دي كلها من خلال علم الفلك والنجوم.
كل واحد ليه طريقته، وزاره الداخليه لها طريقتها، في ناس مواطن بيسمع كلام بيقول طريقته، انا ما عنديش بس معلومات. يعني وزاره الداخليه دي علم، كل لا انا بقول كل مثال. الشكر والاحترام والتقدير. لا ليها طريقتها، هي بتشتغل مثال. على معلومات وبتشتغل على انا ما بشتغلش على المعلومات، انا بشتغل علم الفلك والنجوم. اصبح الكثير حول العالم متفهم ان هذا علم فلك ونجوم، من خلال دلالات واتصالات فلكيه معينه بقدر استشف الذي سيحدث من خلال دلالات فلكيه وكوكبيه معينه في طالع مصر. هضرب لحضرتك مثال. انا قلت من ضمن توقعات العام 2016 في اخر 2015 على الفضائيات المصريه وفي لبنان كمان وفي العربيه، انا قلت من ضمن الاحداث عشان اضرب لك مثال انه سيتم الكشف عن قضايا فساد كبيره، الكلام ده اخر 2015. نعم. تمام. الكلام ده اجى دلاله ليه؟ طبعا اجى العام 2016 لقينا قضيه وزير الهلال صلاح هلال وزير الزراعه، قضيه مش عارف مين، قضيه مش عارف مين، كل القضيه دي تم اكتشافها، انا قايلها من 2015. مثال اضرب لحضرتك مثال ان دي مش معلومات، انا ما بشتغلش مع الدوله عشان خاطر اقعد اقول لك او عندي معلومات هيجي لي ان صلاح هلال هيتقبض عليه، انا ما اعرفش. حتى العام 2016 اوله ما كانش حد يعرف ان صلاح هلال هيتقبض عليه، كان لسه وزير، لكن انا عرفت من دلاله فلكيه كوكبيه معينه. اما يحدث مقابله، اتصال مقابله 180 درجه في السماء ما بين كوكب زحل وكوكب نبتون تحديدا، يحدث او يتم الكشف عن قضايا فساد في الدوله حسب طلعها. ففي طلع مصر 2016 حدث مقابله، دي مصادفات حسب اتصالات الكواكب ربنا خلقها كده. حصل مقابله 180 درجه اسمه اتصال اوبوزيشن او اتصال عداء ما بين زحل ونبتون في 2016، فعرفت ان قضايا فساد سيتم اكتشافها. انا بضرب لك مثال. وهكذا الحرائق يدل عليها كوكب المريخ لما تتواجد في البيت الاول، ده بيت الشعب والجماهير. يعني دكتور احمد انت بتحسها ازاي وبتبتدي تبحث في الموضوع ازاي؟ ما بقول لحضرتك، ما هي انا ضربت لحضرتك امثله دلالات فلكيه، علم زي الدكتور لما بيكتشف الفيروسات ما يقدرش يقول لك انت عرفت الفيروس ده ليه، هو ممارس، هو قد في الشغلانه عارف، فده علم وليس اي علم، لان انا عندي الخفيه والاسرار بتاعت علم الفلك والنجوم اللي حتى دلوقتي الغرب لا يعلمها. الغرب بيعتمد على اتصالات الكواكب والسلام عليكم او تقنيه الترانزيت اللي هي مرور الكواكب في تاريخ معين. لو انت عايز تتوقع تاريخ معين على طالع ميلاد الدوله بتتوقع احداث اتصالات سلبيه او ايجابيه. اما احنا عندنا الاربك بادوس، احنا العرب عندنا اسمها الاسهم العربيه في الفردار الى اخره من التقنيات، بقدر احطها في الهيئه الفلكيه واستشف حسب طلع الدوله. كل دوله ميلاد كما للانسان ميلاد. استاذ هاني الهواري مولود في تاريخ معين مدينه معينه ساعه معينه، برسم الهيئه الفلكيه كواكب معينه بتتوزع بتدل على احداثك وقدرك. هكذا الدول. مصر تاريخ ميلادها 18 يونيو 1953 عيد الجلاء الانجليزي. 18 يونيو 18 يونيو 1953 ده عيد ايه؟ عيد جلاء الانجليز عن مصر وميلاد الجمهوريه المصريه، وبالتالي هو ميلاد الدوله المصريه. في ميلاد الملكيه وميلاد الجمهوريه، بتكلم على ميلاد الجمهوريه المصريه. الهيئه الفلكيه لميلاد مصر هو عيد جلاء الانجليز وبالتالي اعلان الجمهوريه في مصر. فدي الهيئه الفلكيه اللي بشوف من الاحداث بدايه من 53 الى ما شاء الله جمهوريه. اما الفلكيه مثلا امريكا عيد الاستقلال 1776 يوليو هيحتفلوا بيها هو خلاص يوليو 1776 ده عيد ميلاد الجمهوريه الامريكيه جورج واشنطن. فده عيد ميلاد مصر اكنها بيبي بيتولد، فالجمهوريه المصريه اتولدت، فده طلع مصر. كل سنه بشوف الكواكب اللي في السنه دي معديه على كواكب ميلاد مصر. بس في بعض من توقعات الدكتور احمد بتعدي وما بيبقاش نفس اللي بيقوله الدكتور احمد بيحصل حقيقي. هذه يعني حاجه بسيطه جدا لا تعد النزو اليسير. اما طبعا لان لست اله ومعرض للاصابه وللخطا، انا مش اله، انا ده علم تجريبي في الاصابه والخطا. ولكن بقى هنا المشكله تقارني بعلماء الفلك على مستوى العالم. انا حتى ما بقولش الناس لما يحصل حاجه ده احمد شاهين قال، خاصه وفاه سيف اليزل. دكتور احمد شاهين الحوائط اثناء سقوط الطائره المصريه وانت عالم فلك ما اثرتش فيك؟ انا كنت عارفها وتوقعتها. طب انت عارفها ما اتكلمتش ليه مع اجهزه الدوله وقلت يا جماعه؟ تكلمت مع بعض الاجهزه، لكن ليس كل ما يعرف يقال. ما ينفعش اقعد اقول كل شويه انا قلت كذا كذا هاتهم بان انا عميل امن الدوله او عميل للدوله او بستقي معلومات. يعني احنا هنبص بس احنا عملاء لكن مش هنبص الحياه. ما هو للاسف دلوقتي الناس بتدخل بيحطوا نفسهم مكان الاله مكان الله. كل واحد دلوقتي يعني مثلا بيحاول يحذر مثلا مش يسيس او حاجه، يا اما عميل يا اما تبع الاخوان، بيقعدوا يصنفوا. فليس كل ما يعرف يقال. انا ما يعنينيش الشهره ان انا اقول اصلا انا بتابع مع الدوله. انا فعلا بقول لهم زي مثلا عصام العيان ما قلت لهم مكانهم مكان الاخوان وروحوا قبضوا عليها. فانا بتعاون مع اجهزه الدوله الحمد لله وبيستعينوا بيا وهكذا، لكن مش كل وقت هقعد يعني اقول انا بتقدم معلومات.
الايه؟ يعني انت حضرتك بتمتد بمعلومات. لا انا اللي بشوفه انت بتقول انا بتعاون مع اجهزه الدوله، يبقى لا العكس، عندك معلومات للكثير والكثير. لا اديك قلت لا العكس صحيح. انا بقول ما باخدش منهم معلومات اقولها للناس، انا اللي بشوف وبديهم المعلومات ياخدوا حظهم. في كثير من التفجيرات طبعا الكلام واضح، انا بشوف وبديهم معلومات وليس باخد منهم معلومات اديها للناس. دي فرق ودي فرق، دي حاجه ودي حاجه. تمام. اما طبعا الناس باتت تعلم الجهله، بدليل ان الحاجات اللي ما حصلتش اللي انا قلتها ان اجهزه الدوله اخذت حذرها. في حاجات ما حصلتش، بس الكتير حصل. انت تقارني بقى بعلماء الفلك على مستوى العالم، والكلام ده الناس اللي بتقول انا ما بقولش. هات علماء الفلك على مستوى العالم هتلاقي ما فيش اكتر من 10% ما بيحصل. يعني يا دكتور احمد، انا 87 و2. دكتور احمد، هناك في التسريح الصحفي لسياده وزير الطيران قال احنا مش عايزين نمشي ورا تنبؤات ونمشي ورا توقعات. هو كان بينهم، لان انا الوحيد اللي كلمت في الموضوع ده. والجوائد نشرت ان احمد شاهين هو اللي توقع الطائره، وجريده الدول اللبنانيه جميع الجوائد العربيه نشرتها ان احمد شاهين. قلت قبلها الحادثه الطياره الروسيه بعد ما وقعت بساعه نزلت على مواقع كثيره وجوائد مصريه كثيره، بعدها بساعه قبل ما اجهزه المخابرات الامريكيه تتكلم في الموضوع ده او اجهزه المخابرات المصريه، قلت يا جماعه ده داعش ضربتها بصاروخ. لفت الايام واحد واجت وكلام اللي طلع صح، بيبان عندي من الفلكيه. قال لك عطل مش عطل، عطل مش عطل، قلت لهم ده صاروخ بداعش من خلال اللي انا هتكلم فيه دلوقتي، سلاح النبضه الكهرومغناطيسيه. طبعا الناس هتقول داعش اخذته ازاي؟ داعش صناعه اسرائيليه وامريكيه، وبالتالي هي اللي بتديها الاسلحه. النبضه الكهرومغناطيسيه السلاح عامله يعني طبعا ده موضوع صحيح، رعب وذعر. تمام. الدكتور احمد، وانت عالم فلكي، انت شايف الموضوع ده ازاي؟ وايه القصه في مشروع هارب اللي يعني الكل مش عايز يتكلم فيه؟ اصل لا الهرب حاجه والنبضه الكهرومغناطيسيه حاجه ثانيه. اولا في صور ارجو ان البرنامج هيعرضها ان شاء الله، يعني كيفيه عمل النبضه الكهرومغناطيسيه. طبعا في حاجه اسمها اسلحه الجيل الرابع والخامس. اسلحه الجيل الاول هي الدبابات، اللي انت تخش تقتحم دوله او تضربها بالدبابات بالطيارات بالصواريخ بالار بي جي، دي اسلحه حاجات يعني تقليديه. اسلحه الجيل الاول. في الجيل الثاني اللي هو المعلومات او التالي. في الجيل الثالث وفي الجيل الرابع اللي هو اسلحه الهرب واسلحه الطقس. الهرب اللي هو الطقس، اللي هو زي كيميتر وكده، اللي انت من خلال شغل المناخ. ايوه المناخ. اما سلاح النبضه الكهرومغناطيسيه هي احد القنابل التي تم اختراعها من قبل الغرب، ولا توجد الا في دول معينه يعني من شانها ان تفني او مدن باكملها وترجعها 200 300 سنه للوراء دون ان تقضي على البشر. ازاي يا دكتور احمد؟ هم عايزين كده، هم عايزين يحتلوا البلد دي، تمام؟ بس مش عايزين الناس اللي فيها يعني عايزين يدمروا حضارتهم، بس مش عايزين يفنوا البني ادمين. فالقنبله دي ما تبقى يعني بيبقى الشغل كله، يعني شغل النبضات، الحرب كله بيبقى على لا شغل النبضات. ما دلوقتي لو ضربتها بقنبله نوويه الناس كلها، كل الحي والميت هيموت، هيبقى زي هيروشيما وناجازاكي. دي الحرب البارده. هم بقى اذكياء، هم فكروا في حاجه نقضي على الحضاره والبشر زي ما هم، يدمروا الجمادات المباني اللي واقفه. دي النبضه الكهرومغناطيسيه. الطياره المصريه اللي وقعت في المنتجه من شغل هناك زلازل وهناك برق ورعد. بس اكمل النقطه دي. الطياره المصريه تم ضربها زي ما قلت الطياره الروسيه، وبالفعل مهم جدا طبعا الموضوع دي تم ضربها بسلاح اسمه سلاح الصواعق. احد يعني عند حضرتك معلومه شبه سلاح الهرب. عند حضرتك معلومه؟ لا ده بان عندي في الهيئه الفلكيه. اللي بان ايه بالظبط؟ اللي بان ايه؟ اللي بان ايه يعني؟ ما انا ضربت لك مثال ان زحل نبتون يبقى فيه قضيه فساد. مش معلومه. في حاجه اسمها دلالات الكواكب والنجوم بتختلف ما بين الطالع الميلادي لما اشوف طالع دوله، تنجيم صحي، تنجيم رياضي الى اخره. حسب ما بشوف نوع التنجيم او علم الفلك والنجوم بتختلف دلالات الكواكب والبيوت. فدي حاجه اسمها تنجيم سياسي بيدل عليها كواكب معينه زي المريخ، زي نبتون، زي بلوتو اللي هي الدمار والمحو الشامل. كوكب بلوتو الدمار والمحو الشامل اما بتوجد في يوم معين في بلد معينه. مثلا البيت السابع يدل على الزواج للانسان، طالع ميلاد انسان. البيت السابع احدى دلالاته الزواج والمحاكمات الى اخره. لكن لو بصينا من ناحيه المنظور التنجيم السياسي احنا دلوقتي واحنا فرع ثاني، بالتالي دلالات البيت هتختلف.